واحدين معاه على الاخر يا معلم. كيفاش؟ علاش؟ هي نورمال تخدم معناها شنو معناتها خاطر جاو شوية سياح اسمها من اسرائيل باش يعملوا طقوس دينية وما يعملوا ملياو اسرائيليين غالطة الحكاية هما جايين باش يعملوا طقوس كيما نحن نمشيو للسعودية وكل شيء ما تقولناش ما تجيوش نورمال معناها. انا مانيش متبع بالضبط مي حسب سمعت تخرجوا هما شويه ديجا السياح خرجوا شويه على السكه ريت انا دي تصاور هكا في الفيسبوك والله وراو حتى تصاور كان هما بالرسمي السياح هذوكم اللي جابوهم القدم مش نحكي لك على هذوما القدم عرفتهم اللي في السيود هذوكم اللي يسحوا فما تصاور وراوهم معناها تصاور ما يقدروا لي ركريتهم انت زاد هكا ولا هذوكم شويه خروج على الموضوع وكا وما نتصورش بالعكس نحن ماذا بينا شويه السياحه تتحسن شويه دور دولاب وكان عندها هي ما تقول في روحها كيما نقولوا مرحبا فازي ريقل اما في الحكايه الاخرى ما عندي عليها حتى فكره راهو تاع السياح الاسرائيليين معناها بنجم هي نحن بطبيعتنا مع اسرائيل ما الدول العربيه الكل ما نتفاهموش ما نعرفش بالضبط شنو اللي صار. انا معناتها جونكوراج لي مينيستر معناتها كيما مولاي كربور اون بلوس معناتها كان مش هي البيريود الاخرانيه سورتو في الكوتي التوريزم معناتها التوريزم يقعد معناتها ما يقدمش باهي انا ما نحبش نشوف معناتها انا نشوف سمعت دي رومور يحكيوا عليها ويحبوا معناتها كيما يقولوا يحطوا على الصف العجله. انا من رايي ان شاء الله الوزراء الكل معناتها على الاقل اللي يكونوا معناتها يعملوا معناتها اروندمون كيف خاطر هي تحسها معناتها مالغري البوست نتاعها اللي ديجا قبل ما تكون مينيستر معناتها تكون فام دافير معناتها عندها السي في نتاعها تبارك الله عليه معناتها باهي وكل شيء معناتها كان اي واحد اخر يكون معناتها راسيونيل ما يحبش بلاده ينجم يخدم معناتها ياخذ فلوس معناتها قد ما يحب باغ كونتر هي حبت تريد حاجه ببلاده. دومين السياحه ما نفهمش فيه برشا لاحظت اللي تخدم فما خدمه وفما مجهود مي الحكايه في اللي صارت قلق شويه الحكايه تاع الاسرائيليين اللي دخلوا فما شويه تمس شويه التونسي. مرأة محترمة ومن حقها تخدم ونحن نحسوا انه فما نمو بالحق موجود اليوم وسياحة قاعدة تتحسن ويلزمنا نقوموا بالواجب بمساعدة وزيرة السياحة ومساعدة الموسم السياحي ككل. هذا المفروض ان يكون. احنا اليوم كمواطن تونسي نرفض هذه التدخلات وهذه التجاذبات خاصة السياسية في ميدان سياحي يهم الاقتصاد التونسي اليوم. تو نحن نعوض نتناقل مع بعضنا كلنا لنمو الاقتصاد للحياة متميزة للاستقرار للنمو للتقدم ونحن اليوم في تجاذبات سياسية. تولوا بالقانون الانتخابي نكملوه عايشكم ونخلوا الناس تتخدم على ارواحها. شنو انت تولوا بالسياحة؟ السياحة راهو يلزمنا ندعموها. اليوم نحن فالسين واليوم الناس دولة فالسة اليوم مهدين بأن الناس ما تخلصش شهريات مش موجودة ولذا نزيد نعرقلوا في الميدان الاقتصادي مش معقول وهذا مرفوض جدا. احنا كمواطنين نساندوا الميدان السياحي ومع الوزيرة راهو حتى لو كان نختلفوا معها في شخصها لكن لا هي اليوم جاية تخدم. انا نتصور اني جاية تخدم. مدام كربون عيش حياتك شيخ تفتق وني 2014 شامك الكلام العباد بعتهم من برا عباد لا تخدم ما تخلي شكون يخدم عيش حياتك بون شانس الحكومة جديدة فازي ما عادش تخسروا التالي راهو التالي كله دمار ومش عارف درسنية وخنار ودوسيات الوغ لا عيش حياتك وشيامك في العزاز شكون هما شنيا سمعنا شنيا زمان هذوما جدد في المجلس التأسيسي ما تعرفهمش ما عليناش فيهم وحتى جماعة المجلس التأسيسي حتى الفاشلين الناجحين بون شانس الكل ان شاء الله ربي يهديكم وحسنوا لنا شوية من البلاد سي بون ميرسي. أمير كربون معناها اسمها كوا عملت بوز في تونس معناها كيما تشوف أي حاجة صار في تونس من أيامات بورقيبة حتى من قبل بورقيبة معناها تعمل هاك شخصيات كبيرة أي دول تحكي عليهم أمير كربول في فرنسا تحكيوا عليه أدري شنو في الآخر ما عملت شيء في تونس عملت بوز فيها عملت لي دودان إلكترونيك هذيك شطحت شوية نقزت في الآخر ما فيهم شيء. التوريزم في تونس ماشي في كبوت خاطر ما عمره كان التوريزم يتقاس بالفروشات معناها كله تمشي على كيف هما كيف الأحزاب اللي تحكم فيها. بسم الله كربول شخصيا ما نعرفهاش ما كبرسون ما تعجبنيش خدمتها ما نجمش نحكم عليها خاطر ما نعرفش كبرسون ما تعجبنيش. أنا جربية ومدام أمير كربول جربية هكاكا تعجبني محليها ونحبها مش نورمال. باي باي.